السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو قاعدة زهقانة ونفسك في حاجة حلوة وجاي على بالك تاكلي وافل، تعالي بسرعة نقوم نعمله مع بعض بمقادير كلها موجودة في البيت، سهلة وسريعة. وكمان هقولك ازاي نطلعه لونه ذهبي جميل زي اللي بنجيبه من بره بالظبط، وكمان يبقى مقرمش وحلو. ولو ما عندكيش مكنة هقولك تتصرفي ازاي. يلا بسرعة نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هيكون معانا نص كيلو دقيق، دي المكونات الجافة، واتنين معلقة نشا. النشا حلو قوي وبيديله قرمشة جميلة. ومعانا معلقتين سكر عشان يديله طعم حلو قوي، لان احنا ممكن ناكله سادة كمان بس ما نزودش السكر عشان ما يتحرش. ونص معلقة بيكنج باودر مع كوباية لبن ونص زيت. ومعانا كمان 2 بيضة وعليهم فانيليا. هنبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كل المكونات الجافة على بعضها. اللبن الدقيق الأول، وعليه البيكنج باودر تقليبة بسيطة عشان يتداخلوا، بعدين النشا، وبعدين السكر، وبرده تقليبة بسيطة بمضرب يدوي عادي بإيدك بسباتولا، مفيش أي مشكلة. هنضيف بعد كده الفانيليا على البيض ونخفقه قبل ما نضيفه على الخليط عشان بس الريحة والزفارة بتاعة البيض. هنضيفه بقى بعد كده على الدقيق، ثم الزيت، ثم اللبن، وهنعجن بالمية ان شاء الله. وطبعا بيختلف من دقيق لدقيق، عشان كده مش هنحدد كمية المية. احنا اهم حاجة نوصل لقوام سائل يكون اتقل من البشاميل شوية. وانا بعجنهم هنا انا استعملت مضرب كهرباء عشان اسهل على نفسي بس وما ياخدش مني وقت كتير. وزي ما انت شايفة القوام كده برضو تقيل، انا برضو لازم اضيف له مية تاني، بتفضلي تضيفي المية لحد ما توصلي للقوام يكون اتقل من البشاميل. انا هنا الكمية دي خدت مني كوباية مية كاملة. وبعد ما بنخلص كده العجين دوت ما بياخدش ما بيرتاحش، ما بسيبوش يرتاح. بجيب عجينة المكنة الوافل على طول وابدأ اوصلها بالكهرباء. طبعا هنا بلاقي اللمبتين ايدو الخضراء والحمراء، مفيش مشكلة، بتختلف برضو من مكنة لمكنة. ابدأ ادهنها بفرشة كده بزيت عشان ما يلزقش. هو كده كده مش بيلزق، بس عشان يبقى سهل عليا ان انا اشيل الوافل من المكنة. وطيب لو ما حدش عنده مكنة نعمل ايه؟ مش هنعمل وافل، لا هنعمل ممكن في الطاسة على البوتاجاز، بس نخليها تخينة شوي، ما نخليهاش تخينة عشان ما تقلبش مننا بانكيك، لان البانكيك قريب من الوافل قوي بس الوافل بيكون مقرمش وارفع من البانكيك، وهو طعم العجينة اصلا بيبقى حلو قوي. بنحط العجين في النص وما نزودش كتير عشان ما يبقاش تخين زي الفطير، وما برضو ما نحطش قليل عشان ما يبقاش رفيع ويتحرق مننا. نحطها في النص ونقفل المكنة عليها كويس. ممكن افتحها بعد 5 دقايق اشوفها لو عايزة تتقلب، اشوف لو لونها وصل لايه، بس هي عامة بتاخد 10 دقايق جوه المكنة لحد ما تدينا اللون الذهبي الجميل ده. بروح بقى مطلعه، ما سيبوش اكتر من كده. عندك بقى صوص شوكولاته، عندك صوص كراميل، ممكن تاكليها بجبنه حتى لو حادقه بتبقى حلوه قوي. انا هنا كنت عامله صوص شوكولاته، ولو عايزه ممكن نعمله مع بعض بعد كده، اكتبي لي في الكومنتات وانا اقول لك مقاديره ايه. بيبقى في البيت حلو قوي واحلى من بتاع بره كمان. تاكليها بقى ألف هنا على قلبكم. ولو عجبك الوافل ولو عجبك الفيديو انزلي اعملي لي اشتراك ولايك للقناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وألف هنا على قلبكم.